وصفة جديدة للبتنجان حلوة قوي يا بنات، حلوة قوي قوي قوي. هتجيبي نص كيلو بتنجان مكبب القمر اللي قدامنا ده، نص كيلو. بصي ضعف الكمية بقى، مش هتندمي ولا هتخسري حاجة. يعني بصي والله اقولك ايه، طعمة زيها اكنها كفتة والله بالله. لان احنا بصي هنعملها برضو بطريقة هايلة جدا، ولا يعني حتى عيالك لو كلوا منها مش هيفكروا ان ده بتنجان خالص او عليها بتنجان خالص، لان فيها شوية تحابيش كده طعمة. بتطعملك بقى البتنجان وبتخليه بصي تودي طعمه ده في حتة تانية خالص. تمام، جبنا البتنجان قشرناه وقطعناه بالطول كده، وهنقطعه مكعبات زي ما انت شايفة. حلو قوي يا بنات، جربوها. طبعا البتنجان ده انا عندي رأيي بيطلع منه يعني ارخص خضار، وبيطلع منه وصفات خطيرة. هنروح على النار، هنحط معلقتين زيت بس في الطاسة او في اي فوق في اي حاجة، وهنقوم مسخناها كده، وننزل ايه بالبتنجان القمر اللي معانا، اللي احنا ايه مقشرينه ومقطعينه مكعبات كده زي ما انت شايفة. في ثواني هتعمليه. بصي يعني جنب اي اكله والله لو اقولك ايه، اكله كده عاديه خالص دي بقى ايه هترفع لك، يعني ايه، هتبقى حاجه حلوه في الاكله، انت فاهمه يعني ايه، مش يعني لو بتعملي اكله عاديه كده مثلا، حتى لو بتعملي مثلا ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، لو بتعملي حتى شويه عدس بجبه كده اللي انا عاملاهم معاكم بسم الله ما شاء الله بيبقى حلو قوي. لو حلقها تحتاج زيت سيكه كده ادي لها، لان عشان ايه ما تتحرقش. على نار هاديه بقى وسويها كده، غطيها، وكل شويه تعالي قلبيها. يعني هتاخد لها يجي ربع ساعه كده على النار. غطيها وكل شويه قلبيها لغايه ما تلاقيها دابت كده، وبسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا بنات. كنت اقول ايه، بقولك ديت لما بتعمليها بترفع ايه من قيمة الاكل اللي انت تاكليه، اللي انت عاملاه. يعني بقولك لو انت عاملة اي اكلة بسيطة جدا، ديت بتزودلك ايه، يعني ايه، انتوا فاهمين طبعا، انتوا فاهمين كلامي. ما شاء الله حلو قوي يا بنات. إيه بتخليلك بقى ايه، يعني ايه، ان انت عامله حاجه حلوه على السفره بتاعتك او على الترابيزه او ايا كان على اي حاجه اللي انتوا بتاكلوا عليها. إيه يعني ايه، ما شاء الله حلوه حلوه حلوه. اهرسيها بقى كده، خليها بيوريه كده، تحفة خلاص. انت عايزة بقى لو لقيتي فيها زيت كتير كده، وانت يعني حطيتي زيت بغزارة شوية، هي على فكرة البتنجان بياخد اللي يكفيه وبيطرد الباقي. تمام، هنصفيه بقى كده الزيت الزيادة اللي معانا، صفيه. يعني ايه مش مستحب ان احنا ايه ناكل الكلام ده كله، اللي عاوز ياكله برضه براحته، بس ايه مش لازم. إيه طبعا هنروح بقى نعمل ايه، حبة حاجات كده تحابيش كده، هترفع بقى ايه، ما انا بقول لك عيالك مش هيعرفوا ايه ان ده بتنجان خالص. هنحط بقى ايه يهدى كده في جنب، في اي طبق كده، نبعده عن المقلاية بس عشان خاطر ايه، يعني يبرد معانا بسرعة. معانا طبعا فلفل ألوان أحمر أصفر أخضر، معانا كل ده مكعبات صغيرة، معايا بصلاية مكعبات صغيرة، كام عود كده بقدونس، 3 4 فصوص توم مدقهم في الهون، مرق، مكعب مرقة. حط بقى ملح وفلفل وبابريكا وكزبرة وكمون. التحابيش دي كلها بتضيف طعم حلو قوي، والمفاجأة بقى معلقة صغيرة كده من بهارات الكفتة، هتحسها كفتة اصلا. يعني انت عيالك، ما انا بقولك عيالك مش هيعرفوا ان ده بتنجان خالص، وانهم استفادوا بالبتنجان من غير ما يحسوا بالخضار القمر اللي معانا ده. وصفة خطيرة خطيرة خطيرة، حلوة قوي 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 يا بنات. يعني بصي حاجة كده، مزاج مزاج. هننزل بقى ادعكي كل التوابل بالخضار، ادعكيهم كده وطلعي المية بتاعتهم كده. هنحط بضاية، حطينا البتنجان. البضاية طبعا فيه تحابيش كتير في البتاع، مش لازم تحط فلفل تاني، احنا حطينا ملح وفلفل. وحط بقى ايه، يعني قيمة ايه كوباية الا ربع بقسماط كده، ما تقلقيش خالص، احنا بس عايزين ايه، البقسماط يمص الحاجات اللي لو المية اللي ايه اللي في النازلة من الخضار ومن البتنجان والكلام ده. تمام، علشان خاطر بس ايه تعرفي تمسكيها وتشكليها. هنقليها يا جماعة يعني في حبة زيت قليلين، ومش هتشرب زيت بأمانة، مش هتشرب زيت، شايفة. خلاص ده القوام اللي انا عايزاه حلو قوي. مش هنحط بقى بقسماط تاني. تعالوا بقى اما نروح على المقلاية ونشوف هنعمل ايه.
بس جبنا بوله كده هنشكل بس في ايه يعني ايه، ادهني ايدك ميه بس كده، ميه من الحنفيه عاديه. انا طبعا قلت ايه هرص هنا، لا قلت ايه لا انا اروح على البوتاجاز وارص في المقلايه على طول، مش لازم اعمل ايه في اضيع وقت معاكم في واشكل على صينيه يعني، وبعدين اجي احطها في المقلايه. لا ادهني بقى ايدك ميه كده، حطي شويه زيت مش غزير ولا حاجه يعني عادي، وخلي الزيت سخن مش مقدوح، وايه انزلي كده بالبتنجان والتحابيش اللي في قلب البتنجان ده. الخضار عيالك هياكلوا خضار، والبتنجان طبعا خضار، هياكلوا الكلام ده كله، فيه بضايه وبصل وكل حاجات حلوه قوي قوي، من غير ما يعرفوا اصلا ان ده بتنجان. بالله مش هيحسوا ان ده بتنجان، طعمه خطير خطير يا بنات. يعني انتوا يعني والله انا لو شايفاها وصفة مش حلوة مش هنزلها لكم اصلا ولا هصورها. بس خسارة ما تجربوش الوصفة دي جنب اي اكلة، اي اكلة اعمليها حلوة قوي 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 بالله. كمان لو بس انت عملتها كده وحطيتها بس يعني في العيش البلدي بتاعنا القمر، وعملتها سندوتشات كده عليها كاتشب او عليها طحينة او عليها بطاطس، الموضوع كبير والله ما شاء الله. ويعني حلاوتها ان فيها اطعمه كتير، انت فاهمه، اطعمه مختلفه تخليك تدري عن على البتنجان خالص، وعيالك اصلا ما يحسوش ان ده بتنجان. تحفه تحفه. طبعا ايه على نار وسط كده، إيه شغالي النار وسط، مش ما تعليش قوي. تمام، احنا يعني ايه اللون ده اللي عاوزينه يبقى غامق كده. إيه ومش هتشرب زيت يا بنات، والله مش هتشرب زيت بامانه. إيه قلبي بقى كده وبسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه. صلى على النبي يا بنات. هو هتفكروا ان اللون بقى كده مش عاطفي وكلام من ده، لا ده هيبقى طعمها وحش، بس والله يعني اقول لك خطيره والله. هتخسري كتير 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 لو ما جربتهاش، لازم تجربيها لازم. صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللايكات يا جماعه بالله عليكم، يعني اللايكات هي بترفع الفيديو بيخليه ينتشر اكتر، بالله عليكم اللايك اللايك اللايك، لان اللايكات عندي ايه ماتت خلاص. حلو قوي يا بنات. لو الوصفه عجبتكم اعجاب، والاشتراك في القناه لو مش مشتركه. هتلاقي وصفات اقتصادية على القناة حلوة هتعجبك جدا جدا، تحفة خطيرة. هنشكل بقى الباقي بدهنة مية بس كده، باللي ايدك بس مية كده، وبطراطيف صوابعك هتفرديها بكل سهولة، وهتنزليها في الزيت اللي مش غزير، على نار وسط كده حلوة، وهتخلصي ايه بقية الكمية. حط بقى ايه، طلعي الكلام ده بقى كله على فرشة بقدونس كده حلوة. لا لا يا جماعة، الموضوع كبير ومختلف ومش مكلف. طبعا فلفل الوان عندك في البيت بتستخدميه في اي وصفة. والله ما عندكش فلفل الوان حط فلفل اخضر بس. عايزة تحط قرن سبايسي كده برضو براحتك، يعني مثلا قرن احمر سبايسي كده وقرن فلفل اخضر هيغنيكي، مش مشكلة عن الفلفل الالوان. بس الصراحة الفلفل الالوان بيدي تسكرة كده حلوة، وبيبقى طعمه غني كده وحلو الصراحة. بس ما فيش خلاص مش هتعمليها، لا هتعمليها وهتطلع احلى حاجه من ايدك. بسم الله ما شاء الله، شايفه الجمال وطريه ومش شاربه زيت، شايفه اللهم بارك والله خطيره. انت شايفاها كده مش حلوه، بس والله بسم الله ما شاء الله جربيها. بيني وبينكم تجربه، نص كيلو بتنجانتينها كده هاتيهم، وعلى قرن فلفل وبصلايه وبقدونس، وهتعمليها بكل بألف هنا وشفا. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.